الله وبركاته. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وإليكم التفاصيل. في البداية متابعينا لأول مرة ندعوكم وندعو حضراتكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ولايك للفيديو وشير علشان نوفيكم بكل جديد إن شاء الله. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر عشاق كرة القدم بجميع انتماءاتهم لهذه المباراة المصرية لقطبي كرة القدم المصري الأهلي والزمالك. والموعد المحدد لهذه المباراة هو يوم 27 نوفمبر و 27/11/2020. ينتظرون على أحر من الجمر المتابعين كل المشاهدين سواء أهلي أو زمالك أو أي فرق مصرية لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الحدث الأول من نوعه، حيث يتأهل فريقين مصريين للنهائي. وطبعا بكده يكون النهائي مصري، سواء فاز النادي الأهلي أو فاز النادي الزمالك. حيث أننا جميعا نأمل في أن نشاهد مباراة جميلة ونظيفة تليق بسمعة وشهرة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. حيث تأهل نادي الزمالك للدور النهائي بفوزه على نادي الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهم على استاد القاهرة في إياب دوري النصف النهائي، بعدما فاز في مباراة الذهاب 1-0 بالهدف الذي أحرزه لاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي. وقد سبق وأن تأهل النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينه وبين الوداد المغربي بعد فوزه على الوداد في استاد محمد الخامس بالمغرب 2-0. وقد أثبت النادي الأهلي تفوقه على الوداد في مباراة الإياب باستاد القاهرة وفوزه 3-1، وبذلك يصبح مجموع المباراتين 5-1. يتقابل الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر 2020 لتقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين العملاقين قطبي الكرة المصرية. أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فقد أعلنت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أنها المالك الحصري لحقوق بث المباريات لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن بث قناة بين سبورتس HD 7 اللي هي 7 بثها الحصري للمباراة. ويقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على المباراة. أما على الجانب الآخر، أعلنت قناة تايم سبورتس أن لها الحق في بث المباراة عبر ترددها الأرضي داخل حدود مصر فقط، وبناء عليه تعرض قناة تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك على البث الأرضي. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن سابقا بأن المباراة تقام بدون جماهير كالعادة، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. ومن هنا ومن هذه القناة المتواضعة قناة أمنية المعلومات نناشد الجميع والسادة المواطنين بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء مشاهدة المباراة في تجمعات، سواء كانت في الأندية أو في المقاهي أو حتى التجمعات في المنازل. ونتمنى للجميع السلامة، ونتمنى أن يشاهدوا مباراة نظيفة تليق بسمعة وشهرة الكرة المصرية المتمثلة في نادي الأهلي ونادي الزمالك، بغض النظر عن من يفوز بالبطولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.